تستهدف إدارة نادي الهلال السعودي التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقا لما أورده موقع ريليفو الإسباني، فإن إدارة نادي الهلال قد رصدت مبلغا ضخما للظفر بصفقة نيمار وتعويض فشل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وأوضح الموقع أن إدارة الهلال أبدت استعدادها لدفع مبلغ يتجاوز 200 مليون يورو مقابل التعاقد مع الجناح البرازيلي نيمار، شاملا قيمة شراء عقده ورواتبه لمدة 3 أعوام. وكانت صحيفة آس الإسبانية قد ذكرت مسبقا أن إدارة باريس سان جيرمان لن تقبل بأقل من الحصول على 150 مليون يورو للموافقة على رحيل نيمار. وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن اللاعب البرازيلي أبلغ من المدرب الإسباني لويس إنريكي والمدير الرياضي كامبوس بأنه ليس من ضمن خطط الفريق في الموسم المقبل وعليه البحث عن ناد جديد. وأكدت الصحيفة أن الهلال يحاول إقناع الجناح البرازيلي بقبول الصفقة، بل وأنه مستعد لمضاعفة راتبه 3 مرات على الأقل إذا وافق على الانتقال. ولفت راديو RMC الفرنسي إلى حديث يجرى حاليا بين باريس سان جيرمان والهلال السعودي للتوصل لاتفاق بشأن انتقال البرازيل الشهير إلى السعودية، وأن اللاعب يفكر بالانتقال إلى الهلال كخيار جيد رغم تفضيله البقاء في أوروبا. وانضم نيمار لصفوف باريس سان جيرمان في عام 2017 قادما من برشلونة الإسباني، ويرتبط بعقد مع النادي الفرنسي حتى 2025. وشارك نيمار في 173 مباراة بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي، وسجل خلالهم 118 هدفا، وتمكن من صناعة 77 تمريرة حاسمة لزملائه.